بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة ينحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم آمين يا رب العالمين. لو أنت جديدة عندي في القناة يا ريت إن شاء الله كده تعملي لايك واشتراك، وبإذن الله القناة تعجبك ويوصلك كل جديد. لو أنت من المتابعين تعملي لايك واشتراك وتشير الفيديو على قد ما تقدري، تدل على الخير كفاعله. النهارده هتكلم عن حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. اي حاجه بتعمليها، طبعا انا بوجه الكلام للذكر والانثى، بس انا طبعا بخص الكلام للانثى يعني، في الكلام يعني، لكن هو الفعل للذكر والانثى يعني. لما نيجي نعمل مشروع، لما نيجي نقدم على اي خطوه، يا ريت ما نعرفش حد، عشان دي بتبقى بتقطع على يعني على رزقك يعني. انا واحده من الناس والله، لو قلت انا رايحه ازور مريض بكره ان شاء الله ما بروحش. لو رايحه مثلا اعمل مصلحه ما بروحش. لو داخله على حاجه مشروع ولا حاجه وقلت ما بيتمش او بيخسر. فكتير كنت انا يعني متهيألي لما اقول يعني الناس هتفرح لي وان الناس هتدعي لي، لا انت ما فيش، يمكن اقرب الاقربين ما بيفرح لكيش. بيبقى يعني فعلا في ناس كتير كتير بتبقى غير وبتحقد وبتتمنى النعمه دي تزول من عندك. الشباك المكسور ده تكييف تكييفات السعوديه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. إيه إيه المهم، لما نيجي نعمل حاجة نعملها في كتمان وفي سرية بينك وبين ربنا، عشان ربنا ييسر لك الأمر والموضوع يتم بإذن الله. ولما يبقى الموضوع يتم وتشوفي نتيجة قولي. لأن فعلا أي حاجة النهاردة بنقولها ما بتتمش. زي ما قلت لكم، يعني لو واحد بيحب لك الخير 10 ما بيحبوش الخير. فيديو بسيط خفيف، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.